واش نايل العناوي هو القطعة اللي كانت ناقصة في وسط ميدان الأسود؟ ربحنا جزر القمر ب2-0، ولكن كاين واحد الخطر كبير كيهددنا في الماتشات الجايين، والسبب هو البطاقات الصفراء. يلا نحللو شنو وقع وعلاش وليد الركراكي خاصو يتقلق شوية وخا ربحنا الماتش الأول. البداية ضروري تكون مع الظاهرة نيل العناوي. العناوي اليوم هبال، ماشي غير لعب كورة، بل كان هو الرادار الحقيقي في وسط الميدان. نيل قدم ماتش كبير بزاف، وبان باللي هو الموتور اللي كان خاصنا شحال هادي. كيدافع بذكاء، كيقطع كورات صعيبة، وكيعرف كيفاش يخرج كورة نقية للهجوم. الإشادة اللي خداها من الجمهور والمحللين كانت مستحقة، حيث هو اللي حرر أمرابط، وهو اللي خلى أناحي يلعب الكورة اللي كان بغيو بلا ما يفكر في الدفاع. العناوي اليوم تبت باللي هو مستقبل المنتخب المغربي ونقطة قوة جديدة في التشكيلة. ولكن كاين واحد الجانب اللي خلى الجمهور يتخوف شوية، كثرة البطاقات الصفراء اللي خداوها لعابة المنتخب. الماتش كان فيه اندفاع بدني كبير، وشفنا بزاف ديال الانذارات لركائز الفريق بحال ابراهيم دياز وغيرهم. هاد القضية خاص المدرب يرد لها البال بزاف، حيث في بطولة طويلة بحال هادي كثرة البطاقات تقدر تسبب لنا مشاكل في الأدوار الجاية بسبب التوقيفات. خاص اللاعبين يعرفوا كيفاش يتحكموا في الأعصاب ديالهم وخا يكون الضغط والاندفاع ديال الخصم كبير. برودة الدم هي اللي غتجيب لنا اللقب. وبالنسبة للمدرب وليد الركراكي، فكان باين باللي خدم بزاف على الجانب الذهني. وخا ضاعت ضربة جزاء في الأول، الفريق ما فقدش التركيز ديالو وبقى ضاغط. وليد عرف كيفاش يسير الماتش، والتغييرات اللي دار كانت في محلها وتوقيتها. ابراهيم دياز سجل الهدف الأول ببراعة كبيرة، وأيوب الكعبي سال الماتش بواحد المقصية رائعة خلت الجمهور ينفجر بالفرحة في الصطاد. الركراكي كيبان باللي عنده هدف واحد وهو الكاس، والبداية ب3 ديال النقاط هي أحسن سيناريو باش نبداو هاد الرحلة بنجاح. دابا نتوما شنو بان ليكم؟ بصراحة من 1 ل10 شحال كتعطيو للتنقيط ديال نايل العناوي في هاد الماتش؟ وفي نظركم واش ابراهيم دياز خاصو ينقص شوية من الاندفاع باش ما يغيبش علينا في الأدوار الجاية؟ كتبوا لنا سمية رجل المباراة في الكومنتير، وفرقعوا ديك جيم بالجهد باش يوصل الفيديو لكل عشاق الأسود. ديما مغرب.